النهارده عملت معاكم يا حبايبي كفتة فراخ بطريقة بسيطة وسهلة واقتصادية وبتنجان. حاجة كده تفتح النفس. لا هي مسقعة ولا هي مقبلات، وعملتهم الاتنين في القلاية الهوائية من غير زيت. يا رب تعجبكم الطريقة. خشوا الفيديو وشوفوا احنا عملنا الكفتة الفراخ الجميلة دي ازاي من صدر فرخة. كل الكمية دي، وده بتنجان مقلي في القلاية الهوائية او مشوي في القلاية الهوائية. أكلة صحية وسليمة وبسيطة وسهلة واقتصادية. يا رب تعجبكم. خشوا الفيديو وشوفوا احنا عملنا الأكلة الجميلة دي ازاي. انا صبحت الكفتة وعملتها في القلاية الهوائية. ده جزء منها هطلعه واحط الباقي. كده حبايبي طلعت الجزء الاولاني والجزء التاني في القلاية هوريهولكم. وكده يبقى عملنا احلى كفتة في القلاية الهوائية بطريقة بسيطة. يا رب تعجبكم. السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا حبايبي هعمل معاكم النهارده كفته فراخ بالبطاطس. يعني هي كفته فراخ وهنضيف لها بطاطسيه مسلوقه. ده صدر، ربع صدر فرخه بس حلو مليان. ومعايا هنا بطاطسيه كبيره حلوه اهي. ومعايا جزرايه وسط متقشره، وفلفل رومي احمر، وقرن فلفل حراق، وبصلايه وفصين توم، مش اكتر من كده. اول حاجه هنعملها هنفرم الفراخ، وبعدين هنضيف لها بقيه المكونات دي مع التوابل بتاعتنا. كده يا حبايبي حطيت الفرخه قطعتها ومعاها البصلايه، وهحط معاها فصين الثوم، وحاطه حته دهنه صغيره اهي علشان خاطر الصدور. طبعا انتوا عارفينها مش سمينه. اي حته دهنه عندك صغيره تحطيها، ما عندكيش خلاص مش مشكله. هنغطيه بقى نغطي الكبه ونضربها وارجع لكم. انا كده يا حبايبي فرمت البصله مع اللحمه مع حته الدهنه. احط بقى البطاطسايه والجزر وقرن الفلفل الاخضر ده. بقص بس الجزر اتنين كده عشان تبقى خفيفة على الكبة. اي حاجة من اللي انا بحطها دي انت مش حباها ما تحطيهاش. وهنقطع برضو البطاطساية. البطاطساية مع لحم الفراخ يا حبايبي بتبقى جميلة جدا. انا ساعات بسلقها وساعات بحطها نية، بتبقى برضو جميلة وحلوة. هنضربها بقى ونرجع لكم. بصوا يا حبايبي، دي بهارات بابريكا وبهار اللي هو الماجي، بهارات الفراخ، وفلفل اسود وملح، مش اكتر من كده. لان بهارات الفراخ دي بتغني عن كل حاجه. احط بقى معاها ربع معلقه بيكربونات الصودا عشان واحنا بنشويها ما تكشش. وهنضربهم بقى مع بعض وارجع لكم. انا ضربتهم يا حبايبي مع بعض وسقلتهم، وهرجع تاني كمان اديهم ضربه كمان. وكده يا حبايبي انا فرمتها اهو زي ما انتم شايفين. احطها بقى في التلاجة مش اقل من ساعة علشان خاطر تتشرب في بعضيها وتمسك نفسها جامد. لو حسيت ان هي اللحم بتاعها طري ممكن تحط لها معلقة بقسماط قبل ما تصبعيها.